سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية. الاحتجاز والمطالبة بفدية يورطان 8 أشخاص. قبل ما ندوزو للتفاصيل، ما تنساوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد أخبارنا المغربية. تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 47 سنة للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز والمطالبة بفدية مالية. ووفقا لما أورده مصدرا أمنيا، كانت مصالح الشرطة بمدينة فاس قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية بلاغ تقدمت به سيدة تدعي أنها توصلت بمكالمة هاتفية حول اختطاف زوجها ومطالبتها بفدية مالية. كما مكنت إجراءات البحث من العثور على الضحية المفترض بمكان اختفائه بالمنطقة القروية وطة بوعنان بنواحي مدينة تاونات.